آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. في الدوري الإسباني فاز نادي ريال مدريد على نادي رايو فاليكانو بنتيجة 2 مقابل 1. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز فاز مانشستر يونايتد على نادي فولهام بنتيجة 3 مقابل 2. وانتهت مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبر بالتعادل بنتيجة 2 مقابل 2. وسقط نادي أستون فيلا أمام نادي برنتفورد بنتيجة 1 مقابل 0. وفي الدوري الإيطالي فاز نادي إنتر ميلان على نادي كريمونيز بثنائية نظيفة. وفاز يوفنتوس على بارما بنتيجة 4 أهداف مقابل 1. وفي الدوري الفرنسي فاز باريس سان جيرمان على نادي ستراسبور بنتيجة 2 مقابل 1. رسميا أديمولا لوكمان ينضم إلى أتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو تشمل مبلغا ثابتا وحوافز بعد اختياره أتلتيكو على حساب فنربخشة مع اتفاق على عقد طويل الأمد وإجراء الفحص الطبي قريبا. خبر عاجل: ريال مدريد يعلن إصابة جودي بيلينغهام في العضلة نصف الوترية بالساق اليسرى مع توقعات غيابه لمدة شهر واحد. وأجاب هازارد أسطورة نادي تشيلسي عن سؤال: هل تشيلسي أفضل ناد لعبت له؟ فأجاب: لا، ريال مدريد أفضل. كانت تجربتي في تشيلسي رائعة، لكن ريال مدريد هو النادي الأفضل ورقم 1.